كوكو عسلامة، ان شاء الله تكون الناس الكل بخير ونعمة يا ربي. رسالة اليوم ان شاء الله باش نعمل لكم طاقية السلطان اللي البريود هذه موجودة برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. برشا جربوها، برشا نجحت لهم، برشا ما نجحت لهمش. قلت علاش لا حتى اني نجربها. هبطها على انستغرام، اما كان الفيديو اكيد مختصر، حبيت نعاود نهبطها على اليوتيوب. نمشي ونحضروا العجينه متاعنا. عندنا نص كاس ماء دافي، نص كاس حليب دافي، ما يكونش سخون برشا بيان سور باش ما يقتلناش الخميره، وابيض العظمه. بالنسبه للابيض الاصفر نتاع العظمه رانا باش نستحقوهم بعد، نخليوه على جنب. ولهني ربع كاس زيت. بالنسبه للكاس اللي استعملته تنجموا تستعملوا اي كاس عندكم، اني الكاس نتاعي يوزن 150 مليلتر. ولهني 5 مغارف كبار سكر وزوز مغارف خميره خبز. للامانه اني راني الخميره نسيتها، بعد ما زدت الفرينه تفكرت الخميره، دونك لقيت لها حل. اما انتم تحطوها في الليتاب هذيا مع الزيت والحليب والسكر. ولهني عندنا 3 كيسان ونص فرينه. بالنسبه للفرينه تبداو تزيدوا في الفرينه نتاعكم بشويه بشويه حتى تلموا العجينه. ديما نقولها لكم على خاطر انواع الفرينه ما همش كيف كيف، فما فرينه تشربوا فرينه لا. هكا تزيدوا بشويه وعينكم ميزانكم ليكشي العجينه تولي ما عادش تتلصق برشا في ايديكم. باش ناخذوا العجينه متاعنا توا باش نقصوها على زوز. علاش باش نقصوها على زوز؟ خاطر بارتي باش نخليوها فاني والبارتي الاخرى باش نزيدوها الكاكاو. لا هذوما العجينات الزوز اللي تحصلت عليهم حاولوا يكونوا قد لاني باش ناخذ زوز مغارف كبار كاكاو نحطوهم. ولهني عندي 40 غرام زبده الكل في الكل، اما باش نحط النص نتاعها في البارتي تاع الكاكاو والنص الثاني باش نحطه في البارتي تاع الفاني. ولا ليني نتصور لحد الان سهله. نحاولوا بشويه بشويه هكا ندخلوا الكاكاو. تنجموا كميه الكاكاو تزيدوها على مراحل باش ما تتعبكمش، خاطر تقعدوا بالباهي باش تلموا وتعجنوا عجينتكم كيف ما هكا. توا هذه باش نمشي نغطيوها وباش نخليوها ترتاح من ساعه غير ربع حتى كشي ساعه. نجم كي تكون الدنيا بارده تخليوها ساعه من الاحسن باش تخمر مليح. نمشيو توا للبارتي اللي فيها الفاني. هذه باش نزيدوا لها كميه الزبده نتاعنا. كان حسيتوها عجينتكم تلمت وما تستحقوش تزيدوا فرينه تنجموا ما تزيدوهاش. اني راني زدت مغرفه فرينه خاطر حسيتها ولات تتلصق هكا، دونك استحقيت اني نزيد مغرفه فرينه. اعجنتها كيف العاده وحتى هذه باش خليوها ترتاح ساعه. بعد ما ارتاحت لنا العجينه نتاعنا باش ناخذ توا تحطوها من الاحسن على بابي كويسون. رمارك هذايا راهو بابي كويسون ماهوش بابي جورنال، خاطر فما شكون يسخرني حليتها على جورنال قال لي ماهوش صحي. ليه هذا راه بابي كويسون، شريته من عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات، اما هو امبريمي هكا معناها جست فيه افي. باش نحاول نحل العجينه نتاعي كيف ما هكا، حاولت نحلها مستطيل باش بعتالي كي نحطوا عليها العجينه الاخرى ساهل نشكلها وما تخليوهاش غليظه. تجود وقد ما تنجموا راهي خاطرها تزيد. كيف كيف حليت البارتي تاع الكاكاو. تو باش ناخذهم ونحطهم على بعضهم، نحاول نحطهم قد ونحيو الزيت كان فما زيت المهم، ونحاولوا نحلوا مليح مليح العجينه بتاعنا كيف ما هكا. وتوا باش تشخشخوها باللي تحبوا نتوما، شوكولا اللي عندكم اللي تحبوا. اني حطيت شوكولاته تحتينيه كيف ما هكا، ومن الاحسن تكون شوكولاته بنينه، حاجه بنينه باش تجيكم بنينه. من بعد حطيت عليها شويه لوز مهروش ولا نوازات مهروشه كيما تحبوا نتوما، شويه شوكولا نواغ هكا. وتو باش نلفوها ساهل، نبداو نلفوا بشويه بشويه. علاش قلت لكم نحطوها على بابي كويسون؟ على خاطر ساهل هكا باش ما تلصقلناش في البلان دو طرافاي نتاعنا. نقعدوا نلويو فيها كيف ما هكا ونجيو في الاخر باش نحلوا البارتي الاخرانيه هكا. نبداو نقطعوا فيها شرايط باش نعملوا كزينه وكتشرشيفه من الفوق. نلويوها هكا بالطريقه هذه سهل على الاخر. راهي سهله، هي راهي كيف البريوش. خاطر برشا يسخلوها شوفوا منظرها مزيان، فما اللي تقولك ليه جاتني تقش عليها خبز ماهيش بنينه والكل. لا راهي هي اصلا هي بريوش، معناها باش تكون كيف الخبز اللي باش تدهنوا من بعد. تنجم اصلا بعد ما تكمل الطيب تزيد تدهنها بحاجه اخرى. ولكن ما شفتوا هكا كملت الشرايط هيك كوليكيه الويتها بالطريقه هذه. وتوا خديت بلاطو من الاحسن، بلاطو اقل حاجه 22 سنتيمتر حتكشي 24 باش الباط نتاعكم ما تزيدش برشا وما تجيبش مليح. من بعد نغطيوها نخليوها ترتاح على الاقل 45 دقيقه باش تخمر لنا ويزيد الحجم نتاعها. دهنتها باصفر عظمه، حطيت عليه شويه حليب وشويه خل. بالنسبه للخل باش ينحي ريحه العظم وكها وماهوش باش يعمل افي اخر. تنجموا تزيدوا فاني، تنجموا تحطوا قهوه سريعه الذوبان، المهم باش تنحي لنا ريحه العظام نتاعنا. ودخلتها للفور على 180 درجه حكايه 45 دقيقه. اني الفور نتاعي يشعل من لوطه وحده ومن الفوق وحده، دونك شعلت من لوطه طيبتها
على 180 درجة، من بعد طفيت عليها من اللوطة وشعلت عليها من الفوق، ومن الفوق ديما نوطي باش تاخذ راحتها في الطياب، باش ما تحمرش في صوت وتقعد نية من برا. فوالا هذه كانت وصفتي اليوم، ان شاء الله كل شيء واضح. اهم حاجه في الوصفه هذه هو وقت الطياب، يلزمها تيب على راحتها، وزيد زاده ما يكونش البلاطو نتاعك صغير، باش ولا المول نتاعك اللي طيب فيه ما يكونش صغير باش ما تتعجنش في بعضها، وتخليها تبرد قبل ما تقصها. فوالا حبيت نوريكم زاده كي باتت كيفاش ولات، وان شاء الله كل شيء واضح، وملتقانا في وصفه قادمه ان شاء الله.